بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات قعدة عرب. المسجد اللي انتوا شايفينه ده في مدينة فرشوط بمحافظة قنا، واسمه مسجد الحج فخري أبو مهدي. وكان فيه كتاب لفضيلة الشيخ محمد منصور أبو عبد الله الشريف. هذا الرجل كان يعتبر وليا، يعني تظن أنه وليا أو من التابعين، وكان من علامات المسجد البارزة، وتخرج على يديه كثير من العلماء. إن شاء الله سنذكرهم في حلقة بمفردها. هذا المسجد آه، عم نعيم أبو مهدي وعم الحج رفعت أبو مهدي يجب أن يوجه لهم رسالة شكر، لأن كل واحد فيهم بيعمر في المسجد وبيخلي المسجد يعني حاجة جميلة. فالحج رفعت مسؤول عن إصلاح وإنارة المسجد. طبعا ده الشارع اللي انتوا شايفينه. هنا مقام سيدي محمد جاهين. هنا في كثير من أولياء الله الصالحين مدفونون في هذه المنطقة. المهم، عم رفعت بيعمر المسجد وبيعمر الإذاعة بتاعة المسجد، وعم أبو غرام فارس من فرسان الفجر هو اللي بيصحى وبيفتح المسجد في صلاة الفجر. وما كانش هذا المسجد يفتح قبل كده في صلاة الفجر قبل ضمه للأوقاف، وما زال عم أبو غرام بيفتح المسجد حتى وقتنا هذا. ده طبعا أقدم شارع تجاري أو من أقدم الشوارع التجارية بفرشوط، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق. فحبيت أقدم لهم رسالة شكر وأقول لهم شكرا، وأقول لهم ربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله يعني هجيب لكم أبطال الفجر في قعدة عرب كتير. أتمنى أنكم تستمتعوا معايا في قعدة عرب وتسمعوا حكم الصعايدة وحكم المصريين، وأتمنى الناس كلها تشوفني وأتواصل مع الجميع. ما تبخلوش بالاشتراك في القناة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بكم في فقرة جديدة من فقرات قعدة عرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا في كل مسجد وفي كل مكان، يعني في كل جامع وفي كل مسجد من مساجد الجمهورية، إن ما كانش في العالم كله، هتلاقي ناس ربنا أكرمها واختصها بعمارة المساجد. وعمارة المساجد دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذه الفقرة بإذن الله تعالى هنقدم رسالة شكر لنموذج موجود في كل مكان في الجمهورية، ولكن له معي خاصة ذكريات خاصة، وما يقدمونه ما اعتقدش انه بيقدم في اي مكان بنفس الكيفية وبنفس الجهد. فمعانا عم الحج رفعت عفيفي ابو مهدي، ومعانا الحج عبد النعيم ابو مهدي. ربنا يبارك في حضراتهم جميعا. كل واحد فيهم مختص بشيء كده من عمارة المسجد بعلامة مميزة بجانب عمله الخاص. يعني عمنا الحج رفعت يعني ما شاء الله اللي بينور لنا المسجد واللي بيظبط لنا كان صوت التلاوات، يعني بدونه لا يعني ما نسمعش الأذان كويس. أول كلمة الله الله 1 2 3 4 اللي كنا نسمعها في الميكروفون أول حاجة سمعتها وأنا طفل من عم الحج رفعت. فنبدأ كده في قعدة عرب نرحب بحضراتهم ويحكوا لنا إزاي بيجي لهم العزيمة والإصرار والحب على عمارة المساجد. أهلا بك عم الحج رفعت. فيك يا دكتور. الأول فرصة طيبة يا دكتور، وشرفت المكان، وبعدين ده مكانك، وإحنا نعتبره داخل المسجد عليك، نعتبره داخل يعني المكان ده هو تابع للمسجد، والحمد لله مسجد المرحوم الحج فخري، وده مسجد من المساجد القديمة. وإحنا ربنا أكرمنا
بانه احنا ايه ربنا يوفقنا لخدمه هذا المسجد. نعم. من ايام عمنا المرحوم الحاج فخر واحنا متابعين العمل فيه من ساعه ما كان المسجد على الصوره القديمه. يمكن حضرتك ما شفتهاش انت، ايام ما كان المسجد بالعروق والخشب، الكلام ده بدري. واستحدثناه ان شاء الله في الثمانينات. ده تم استحداث المسجد في الثمانينات بعد استحداث مرة أخرى من ناس عمامنا قبل كده، المرحوم المرحوم الشيخ عطلة الهمامي، والمرحوم الحاج محمد إسماعيل، والمرحوم الحاج فخر. الناس اللي هم إيه اللي سبقونا دول كانوا عملوا توسعة في المسجد قبل مننا. أما التوسعة الأخيرة دي يعني من فضل الله كان لنا يعني الحظ إن احنا نشرف عليها ونقوم بها وننفذها. اللي كانت في تقريبا 87 أو 86 الافتتاح. ما انا كنت فاكرها طشاش في 86 الهدد والعروق كده. الهدد والعروق ده الكلام ده كان من مثلا نقول من 85. خدنا نعم. فترة. تفضل. ماشي. سنة 85. وكانت الفكرة ان احنا يعني موجود في دماغنا ان احنا عايزين نغير المسجد ونبني بالنظام الجديد، لكن الامكانيات كانت محدودة. يعني يمكن احكي لك حاجة قديمة معلش اطول شوية. في السبعينات بدأ مشروع في المسجد أو كان يمكن في المساجد اسمه مشروع القرش. القرش ده حاجة من العملات القديمة اللي اندثرت. كان المصلي يدفع قرش، كنا مثلا نحصل 40 قرش 50 قرش 60 قرش في الأسبوع كل جمعة يتجمعوا، وبعدين بيجي عندنا مبلغ كنا نصرف مثلا نجيب لمبة نجيب كذا، نقول اتجمع مبلغ يعني مثلا مئات، مش هقول ألوف ولا حاجة يعني. وبنحكي مع المرحوم الشيخ محمد المنصور رحمة الله عليه إمام المسجد كان في الفترة دي. بنقولوا يا عم يا عم عاوزين نعمر المسجد وعاوزين نبنه وعاوزين كذا. قال أنت منتظر لما تكون فلوس ده تكون الدنيا ولعت، طب ما نعمل إيه يا مولانا؟ قال يا مولانا ابدأ وتلاقي الأمور كلها سهلة. والله وهكذا كان. ما شاء الله. الأول وإحنا قاعدين رحمة الله على المرحوم الحاج حسن أبو سنان، قالوا انتوا بتقول في المسجد، قال انا علي خشبات المنبر من عندي. الحاج محمد ابو اسماعيل الراجل قال برضه، قالوا انا علي اساعد بكل ما املك. المهم وربنا اكرمني ومجموعه كده يعني توكلنا على الله وبدانا نجمع، بقت تجي الفلوس وحديها. فعلا كان في ناس تجيب الفلوس في مصاريف بدون ما نعرف. خد يا عم للجامع، خد للجامع. وكانت الامور برضه ايسر في المباني وفي الحديد وفي الخرسانات وفي كله كان اسهل من كده بكثير. خدنا يمكن الكلام ده كان في 85. في نص 86 مثلا شطبنا، وقفنا المأذن على الدور الثاني وعملنا افتتاح. كان اول افتتاح يتعمل في فرشوط بكاميرا التصوير، كاميرا التلفزيون كانت نازله اليوم ده بالذات من الكويت، كاميرا مع واحد من بيت المجنون ينزل من الكويت اليوم. دي اول حفله بالتصوير. وجبنا المهندس قديس وصور الحفله، وكانت حاجه خياليه يعني. ذكرياتها موجوده، واللي يمكن التصوير بتاعها موجود في بيت الحاج ياسين. وكان حاجه لا مؤاخذه لم يسبق لها مثيل في تاريخ فرشوط في افتتاح مساجد. نعم. احنا ما شفناش قبلها يعني، او اللي قبلها مش كان حيكون بالصوره اللي احنا اللي احنا شفناها. وبعد كده استمرينا طبعا، والحمد لله كان في توضيبه قريب. يمكن دي في زمن الكورونا برضه استغلينا القفل ووضبنا توضيبها، وهي دي اخر حاجه والحمد لله، ومصاريفها اعلى. نعم. وما بقناش حاجه يعني ناقصه. ولما بتنقص حاجه من فضل الله قبل ما يعني تتعطل تكون صلحت، وهذا من فضل الله. طبعا ذكريات جميلة جدا بتدل على يعني ترابط أهل هذه البلدة وهي مدينة فرشوط، لمن يعني يشاهدني من خارج فرشوط. وهذا المسجد أو الجامع الذي نتحدث عنه تخرج منه عمالقة في العلم، في كتاب الشيخ محمد منصور رحمه الله تعالى وجعله من أهل الفردوس الأعلى. لكن قبل ما انتقل لعمنا الحج نعيم، يعني أنا مرتبط في ذهني حضرتك إبداعك في تصليح الصوت بتاع المسجد. يعني بحس كده إنك أنت يعني أنت بتاخد أجر رفع الأذان مع المؤذن، بتاخد أجر تلاوة القرآن مع من يتلو، مع القارئ.
لان اللولا حضرتك يعني كنا بس اول ما اشوف كده الحاج رفعت وصل واحنا صغيرين يعني اطمئن ليه نلاقي الجامع بينور في رمضان والهندسه والضوء والحاجات الحلوه دي. فدي كانت هوايه ولا انت مثلا لو اتفضل حضرتك لو ليها ذكرى يعني معين. ماشي. وحضرتك انا اساسا تربيه وتعليم بعيد عن موضوع الكهرباء والحكاوي دي. نعم. لكن انا اخذتها هوايه الكهرباء، ودخل معاه بعد كده موضوع الاصوات ده بالتساقي بالمسجد. نعم. يعني اي حاجه تعطل ما بجيبش صنايعي من فضل الله، الا ان تعذرت الامور قوي يعني. نعم. ما دام المميزات والحمد لله. وهذا من فضل الله. نعم. ونتمنى ان احنا يعني نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب وطولة العمر ويبارك في حضرتك. واتى الينا الحج جمال شوقي ابو مهدي من رواد المسجد ومن القامات الكبيره اللي بتنور المنطقه. اهلا بك حج جمال. وقبل تسلم ايدك يا عم الحج، وقبل ما انتقل لعمنا الحج جمال، معانا فارس الفجر. يعني انا يعني كلمه فارس الفجر قليل عليه، احنا بنتعب عشان الواحد بس يلتزم في صلاه الفجر، فما بالك اللي هو بيبقى ملتزم بفتح المسجد وتهيئته وتشغيل اذاعه القران الكريم. ويعني في شروط كده معينه بتبقى فيه او في صفات معينه في كل فارس فجر. طبعا من اكتر يمكن من 30 سنه ولا يعني مده كبيره من الزمن عم ابو غرام مميز في عمارة المسجد بفتحه خاصة في الفجر، بالإضافة إلى باقي الصلوات. يعني هو ما بيقصرش في باقي الصلوات، لكن الفجر ده مع مسؤوليته الكبيرة مع عم أبو غرام. فعايزين كده نشوف الالتزام بتاعك ده إزاي بتصحى عم أبو غرام وإزاي بتحافظ على نومك. حاجة دي يعني من عند ربنا توفيق. نعم. إن ربنا موفقنا إحنا ودعاء الوالدين برضه ورضاهم علينا. إنه ربنا موفقنا نفتح الجامع في الفجر من يوم ما تعيني، من تعيننا في سنة 2000 في شهر 9. نعم. يعني حركة 16/9. نعم. 23 سنة ولا 24 سنة دلوقتي. إنه الواحد من ساعة ما تعين لحد هذه اللحظة إقامة الفجر والصلاة والأذان والحزب الكبير من يوم ما ربنا أنشأ يعني تعيني حاجة من عند ربنا دي. موفق أو توفيق من الله. لا تقول إنه أنا هتكل على دي صحيني وعلى لا منبه ولا على حاجة ولا محتاج إنه حاجة مثلا دي أنا هوايتي إن أنا أنام بدري. نعم. ما أسهرش، لا أروح من هنا ولا أصلي العشاء أروح البيت أتعشي، وإن كنت أقعد لي 5 دقائق ولا 10 دقائق واروح نايم ما تعدلش اتعدل يعني من عند ربنا كده. واحد اقلب نفسي مقنبل الساعه 3 الا ربع، كل الفجر بيدنا على 4:30 مثلا ولا 5:03 ولا على 5 ولا 5:03 يعني الساعه 3:15 بالدقيقه القى نفسي مقنبل كده. اتعزل من الشيطان واقوم اخش بلا ما اخذ الحمام واتوضا واقول توكلت على الله ان الله بصير بالعباد. فموفقنا لما تحبه وترضاه بسر ثواب الفاتحة، وتوكل على الله واروح داخل الجامع ويعني وحاجة من عند ربنا لا حد يصحيني ولا أنا حد يعني. وأنا كنت أول ما فتح الجامع الأول كان قبل ما نتعينني نتعين ولا ضم الجامع على الأوقاف كان ما بيفتحش الفجر. من أول ما تعيننا فتحنا الفجر على طول. إحنا كنت أروح للجيران البيوت اطق عليه افتح يا عم فلان، يقول لي جاي لك يا عم نعيم روح نجي وراك. واحد ثاني وراه واروح برش في السوق واروح غرب واروح شرقه. لما جمعت رواد للجامع يعني من عند ربنا دي ربنا موفقهم هم برضه، مش يعني انا عامل عليهم حظر ولا عاوز حاجه. نعم. قال حاجه من عند ربنا كده. والسبب ان انا مثلا ربنا كان هديني افتح الجامع شغل القران واروح شرق البلد شرق المسجد بمسافه يمكن 10 قصبات. اطق يا فلان يقول لي جاي لك يا عم نعيم. يا فلان جاي لك يا عم. واروح غرب المسجد برضه بمسافه لحد السوق مسافه اطلع لها 10 12 قصبه مثلا برضه اصحي ده واصحي ده واصحي ده وتلموا ونقنبلوني من دول الناس. اخر اقامه الصلاه في مسجد الحج فقري في فرشوط. في ناس من رواد من تجيني من غرب البلد اول ما يخش يقول لي لا بارك لك يا عم نعيم لحقتنا الصلاه والله. نعم. اقول له يا ابوي ربنا يبارك فيكم انت ويديكم الصحه
ويعود علينا وعليكم الأيام بخير ويوفقكم للعمل الصالح. حاجة موفق من عند ربنا يعني. لا حد ما حدش ليه حد دعوة بحد، ولا حد ليه دعوة بحاجة ولا يعني ولا حاجة، وده كله يلف على بركة دعاء الوالدين. أنا من النوع اللي أخذت رضا أمي وأبوي لحد ما ماتوا، كانوا يدعوا لي ويقولوا ربنا يوفقك ويصلح حالك ويرزقك من كل شيء، والحمد لله ربنا حقق لي. ربنا حقق لي الحمد لله. حاجة يعني من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني من الصلاة والتزامك بالفجر والصلوات وبركة دعاء الوالدين. الحمد لله رب العالمين. نعرف يعني ايه قصبة؟ بتقول مسافة 12 قصبة عشان في أيام يعني 12 قصبة يطلع لهم مثلا احنا ايه؟ يعني 10 12 قصبة المتر ده القصبة كان مش عارف 8 امتار ولا 7. يعني 10 امتار مثلا 70 متر. 10 مثل زي كده المسافة بين الجامع. 10 قصبات 70 متر. لا بقول لك مثلا احنا بنقدرهم تقدير ما عرفهاش كم القصبة. تقريبا 3 قصبات ونص. 3 درع ونص. 3 قصبات 3 متر ونص. 3 مثلا 3 متر ونص. 3 متر ونص يقدر مثلا 10 15 متر. 10 15 قصبة بتوعتها مثلا 40 متر. نعم. مثلا 35 متر. تمام. من المسجد واسيبه مفتوح واروح انا اصحي احد من الناس اطق عليه او ادي له حس يجيني قبل. كان ما كانش فيه تلفونات. دلوقتي عم اعمل ايه انا بالتلفون برضه. بقول له انا عم نعيم بديني رنه كده، اقول له حاضر يا عمي. اول ما اخش المسجد اشغل القران يعني واتركع عشان انا بجي من البيت موضاي. نعم. شتاء حر بجي من البيت موضاي. لاني انا واروح اطلع التلفون من جيبي بعد ما اتركع وارن مثلا على الدكتور يوسف، ارن على الحج رفعت، ارن على طلعت ابو الحسن. جنبك بربع قصبة. ما دلوقتي لا ما دلوقتي عاد ما احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دي مش بمشي دلوقتي أنا بالتلفون وانا من جوا الجامع. من جوا توفر القصبة توفر عندنا دلوقتي. والحمد لله ربنا موفقنا يعني وهذا من فضل ربنا، هذا من فضل ربنا علينا. ده رضا علينا، رضا ربنا علينا احنا دي. ربنا ان شاء الله يديك الصحة وطولة العمر اللهم امين. ربنا يبارك فينا وفيكم وفينا وفي جميع المسلمين يا رب، ويرزقنا ويرزقكم من العمل الصالح. فاتحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. آمين. رسالة شكر وتقدير مهما قلنا من كلمات الشكر بجد والله، ورسائل التقدير لعم الحج رفعت وعم أبو غرام ما يوفيهمش قدرهم على اللي بيعملوه وبيأدوه في عمارة المساجد. جدير بالذكر انه اتى الينا عم الحج جمال شوقي ابو مهدي، وهو رجل النظافة، الرجل المحب لكل شيء جميل، وهو في وش المسجد، ولكنه بيأتي بعد ما احنا بنخلص صلاة. طبعا برضو عايز يعني اقول ان يستحب الاسفار في الفجر، والاسفار هو تأخير الصلاة عشان لو حد عنده ظروف، حد متأخر بيلحق الصلاة. فمسجد الحج فخري بيتميز بهذه الكيفية يعني. تمام. فعم الحج جمال برضه من الراجل يعني بيعمل عمل يعني نحسبه على خير ان شاء الله. ربنا يجعله في ميزان حسناته، وان شاء الله ما ياخدش برضه يعني ربنا يديله الصحة والعافية على ما يعمله في الطهارة والنظافة يعني. تمام. دون افراط وتفريط. فمن الحاجات المنورة، من الشخصيات الجميلة عم الحج جمال، يعتبر من عمار المساجد. عايزين يعني ذكرياتك كده مع المسجد ومع مسجد الحج فخري. مسجد الحج فخري ده بتاع جدي وعمي الحج فخري عليه رحمة الله، هو اللي أسسه وهو اللي بناه، وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناته. ويليه الحج ياسين. تمام. كمل المسيرة بتاعت أبوه. تمام. والحمد لله يعني المسجد على قدوة من النظافة وعلى قدوة من كل حاجة الحمد لله. وربنا إن شاء الله كده يبارك في أبو غرام، ويبارك في الحج رفعت، ويبارك في رواد المسجد، ويبارك
في الدكتور يوسف وجيراننا كلهم الحمد لله كلهم ناس كويسين، وربنا يبارك فيكم إن شاء الله، والقاء طيب مع الدكتور يوسف. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج جمال. برضو من الحاج جمال من الحاجات المميزة اللي هو بيودع رمضان بالتواشيح كل سنة. ربنا يديله الصحة وطولة العمر. من علامات رمضان يعني. ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله، تقبل منا ومنكم. وفي نهاية هذا اللقاء يعني أنا بشكر حضراتكم جميعا، وعلى أمل لقاء في لقاءات أخرى. هذه الحلقة كانت تحت عنوان رسالة شكر لعمنا الحج لفرسان عمارة مسجد الحج فخري أبو مهدي. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيهم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. عمنا الحج رفعت عفيفي أبو مهدي، وعمنا الحج أبو غرام الحج عبد النعيم أبو مهدي. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.